السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنختار عليكم كيك بكريمه ديال الليمون اللي تيجي مذاقه جد مميز، ومن الكيك اللي لا يعلى عليهم صراحه. تتبقى لي الكيكه ديال الليمون هي المفضله والمميزه من بين لي كيك كاملين كاع اللي تنحضروا. هنا كما تشوفوا كنديروا واحد الطبقه ديال الكريمه ديال الليمون اللي غنتقاسمها معكم في الاخير. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر ومشيو مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، وكاس ديال الليمون معصور، 2 اكياس ديال سكر الفاني، و2 اكياس ديال الخميره، 3 ديال البيضات، والدقيق حسب الخليط. تندوزو تنطربوا هذاك البيض مزيان مع السكر الفاني ومع السكر سائده، يا اما بالطراب اليدوي او الطراب الكهربائي. كنطربوه حتى كيتضاعف الحجم ديالو وما كيبقاش اللون ديالو هكا يصفر كيولي جاي البيوضه. كنخدموه مزيان دائما. الكيك كنحاولوا نطلعوه هكايا البيض حتى كتحسوا بداك السكر داب صافي. وتندوزو تنضيفوا باقي المكونات اللي هما الزيت والليمون. صافي تنضربوهم مزيان وكنضيفوا كما قلت لكم الزيت والليمون. من بعد كنضيفوا الدقيق، تنضيفوا الخمارات. الدقيق سيكون حسب الخليط. كنبقاو نضيفوا حتى كتبان القوام ديال الكيك بدا كيعقد صافي. هنا صراحه دائما تنحاول ندير لكم فيديوهات قصارين هكا باش ما يكونوش مملين، وبالزربه تنبغي هكا نشرح لكم وكنعطيكم التفاصيل الممله باش هكا اللي جربت شي حاجه اللي جربت شي حاجه تصدق معاها وما تحاشمنيش معاكم. وكنعطيكم داكشي اللي تندير صراحه في داري. تنتقاسم معكم كل شيء، تنخبي لكم حتى شي حاجه، كل شيء تنعطي لكم صراحه من القلب. والله نتمنى ان شاء الله ملي تشوفوا لي فيديو ديالي تشجعوني، واخا مازال يلاه القناه باديه، ولكن واخا هكاك راه عندي بزاف ديال الافكار. كانت عندي قناه كبيره ومشات ليا، عاد بديت مازال في هذه القناه هذه. نتمنى ان شاء الله التشجيع ديالكم. صافي هنا شتينا المول العجيب ضروري تنديروه وتندهنوه بشويه ديال الزيت او الزبده وترشوه بشويه ديال الدقيق. تنديروا الخليط تندخلوه للفران على عافيه مهيله من التحت تقريبا 45 دقيقه. هنا غندوزو نوجدوا الكريمه ديال الليمون اللي غنحتاجوا فيها 2 كيسان ديال الليمون، معلقه كبيره ديال الكونفيتور. تقريبا السكر تيبقى على حساب الذوق، الا بغيتو ديروا 2 معالق 3 على حساب، حيت انا الكيكه تتكون حلوه والليمون حتى هو يحلو ما نحتاجوش بزاف. هنايا تناخذ ورق ديال الجيلاتين تنديروهم يرطبوا، وكنخلطوا دوك المكونات الليمون والسكر والكونفيتور كنديرهم فوق البوطه يطلع فيهم الغليه صافي. وتندوزو نضيفوا اخر حاجه هي الجيلاتين، كنعصروه من داك الماء ديالو تنحيدوه وكنضيفوه حتى كيذوب مزيان هذاك الجيلاتين. ممكن لما كانش عندكم جيلاتين تعوضوا ب2 معالق ديال النشا. لما كانش عندكم جيلاتين كانت النشا ديروا النشا فحال. المهم النشا كديروها مع الليمون من الاول، ديروها مع الاول، ماشي فحال الجيلاتين كديروها حتى الاخر. كديروها مع الكونفيتير والليمون وهذا في الاول صافي. هنا بعد ما كتخرج الكيك كندوزو تنضيفوا هذيك الكريمه ديال الليمون، كنديروها هكايا وكنخليوها حتى كتبرد. كما تشوفوا كتجي ديك الكريمه قابطه وكتجي طالعه، وهذوك القطريفات ديال الكونفيتور كيجيو لذاذين صافي. تندوزو تنرشوها بالكوك. كما تتعرفوا الكوك كيتواتى بزاف مع الليمون وكتجي الكيكه صراحه لذيذه بزاف ومنعشه، واكيد الا جربتوها غتعجبكم بزاف. المهم نتمنى ان شاء الله لا عجباتكم تبارطاجيو الوصفه مع الناس اللي تتعرفوا اللي عزازين عليكم، وتخليوا لي لايك وبارطاج. وشكرا لكم، وما تنسوش تابونوا في القناه. السلام عليكم والى اللقاء ومبروك عواشركم. باي باي.